تخيل معايا، انت راكب ميكروباص رايح شغلك، الطريق زحمة والسواق ماشي يمين شمال كأنه بيلعب لعبة فيديو، وكل شوية يدوس فرامل لحد ما دماغك تخبط في الكرسي اللي قدامك. في لحظة الدم يغلي، تبصله وتزعق: يا عم ايه اللي بتعمله ده؟ هتقتلنا. هو يرد بعصبية: مش عاجبك انزل. وبدقيقة واحدة تتحول من رايح شغلك عادي لأنك واقف في نص الشارع بتتشتم ووشك أحمر من الغضب. وتاني يوم في الشغل انت متأخر ومديرك مستني تقرير مهم، زميلك يغلط غلطة صغيرة تخلي الشغل كله يتأخر، تقوم تصرخ فيه قدام الكل: انت عمرك ما هتركز، ايه الإهمال ده؟ زميلك يسكت بس من جواه اتحطم. وبعدها تكتشف انك كنت ممكن تحل الموقف بكلمة هادية، لكن الغضب سبقك. وبالليل ابنك يقلب كوباية على الأرض. الموضوع بسيط جدا، بس بعد يوم طويل تلاقي نفسك بتزعق وكأن الدنيا وقفت. بعدها بساعة تهدى، تبص لابنك تلاقيه قاعد خايف وزعلان، وتدرك إن اللي اتكسر مش الكوباية بس، اللي اتكسر كمان العلاقة بينك وبينه. وبعدها بدقايق يجي الإحساس اللي بيكسر: الندم. الغضب بيشبه النار، تبدأ بشرارة صغيرة، لكن لو ما طفيتهاش ممكن تحرقك أنت واللي حواليك. طيب إزاي تتحكم بالغضب؟ أول خطوة: لاحظ أول شرارة للغضب. الغضب دايما بيبدأ بإشارة صغيرة: قلبك يدق بسرعة، كفك يعرق، صوتك يعلى، عضلاتك تتشنج. واحد صاحبي كل مرة يتوتر يحس إن إيده بتتقبض، لما فهم إن دي إشارة بقى يلحق نفسه قبل ما ينفجر. أول ما تبدأ تلاحظ العلامات قول لنفسك: أهو الغضب جاي. الإدراك ده لوحده قلل قوة الانفجار. لو لحقت الشرارة دي قبل ما تبقى حريقة هتسيطر. تاني خطوة: انسحب قبل ما تولع. الناس بتفتكر اللي يمشي وقت الغضب جبان، لكن الحقيقة أذكى الناس هو اللي يعرف يسيب النار قبل ما تتحول لحريقة. لو الموقف بيسخنك اخرج من الأوضة، امشي 5 دقايق، حتى قول هكمل كلام بعدين. تخيل 2 أصحاب بيتكلموا، واحد شتم التاني قرر يمشي. الأول افتكر إن صاحبه جبان، لكن الحقيقة بعد ساعتين لما هدي قال: لو كنت قاعد كنا اتخانقنا أكتر وضيعنا صداقتنا. في مرة صديق لي كان بيتخانق مع واحد في الشارع، حس إن الدم هيسخن لكنه ساب الموقف ومشي. بعد ساعة عرف إن الراجل ده كان سكران، لو فضل كان زمانه في قسم الشرطة. انسحابك مش هروب، ده ذكاء وسيطرة، زي اللي بيشوف النار أول ما تبدأ شرارة ويطفيها قبل ما تولع البيت كله. تالت خطوة: خد نفس عميق. الغضب بيخلي تنفسك ضيق، لكن التنفس العميق يدي إشارة لدماغك إن مفيش خطر. جرب كده، خد نفس 5 ثواني واحجزه وطلعه ببطء. لو عملت كده 3 مرات هتحس إن دماغك بقت أهدى شوية. رابع خطوة: اعمل حاجة تفك طاقة الغضب. الغضب طاقة محبوسة، إما تطلعها في الناس أو تخرجها بطريقة آمنة. واحد صاحبي كل ما يتعصب ينزل يمسح عربيته، بيرجع وهو مش فاكر أصلا كان متعصب ليه. واحدة تانية تمسك ورقة وتكتب كل اللي عايزة تقوله، بعدها تهدى وتفكر بعقل. واحد تالت كل ما يحس بالغضب يروح يعمل 20 ضغط أو يتمرن. المهم إنك تعمل أي حاجة تفرغ فيها طاقة الغضب بدل ما تفرغها في بيتك والناس. خامس خطوة: اسأل نفسك السؤال الذهبي قبل ما تتكلم أو ترد أو تاخد قرار في عز الغضب. قول لنفسك: الكلمة اللي هقولها هتفيدني ولا هتخسرني؟ هتكتشف إن الكلام اللي على طرف لسانك هيخسرك ناس أو فرص أو راحة بالك. سابع خطوة: غير كلامك مع نفسك. الغاضب دايما بيقول لنفسه: أنا مش قادر أتحكم. غيرها لا، أنا أقدر أستنى وأتحكم. العقل بيصدق اللي بتقوله لنفسك، ومع التكرار الحوار الداخلي بيتحول لحقيقة. تامن خطوة: أعرف جذور غضبك. الغضب مش دايما بسبب اللي قدامك، الغضب ساعات بيبقى مجرد قشرة. واحد بيزعق في مراته من غير سبب، بس الحقيقة إنه قلقان من الديون. واحدة تصرخ في أولادها، بس الحقيقة إنها مش نايمة كويس. لو فهمت الجذر هتعالج السبب مش العرض. 9 خطوة: تدرب على التسامح. مش معنى التسامح إنك تسيب حقك، لكن معنى التسامح إنك ما تشيلش الغضب جواك زي حجر. الغضب اللي بيتخزن بيتحول لمرض، صداع، ضغط، اكتئاب. سامح مش علشان اللي قدامك يستاهل، لكن علشان انت تستاهل تهدى وتعيش مرتاح. 10 خطوة: اعمل زر إيقاف لنفسك.
في ناس بيعلقوا ورقة في مكتبهم أو بيتهم مكتوب عليها اهدى، أو بيخلوا صورة ولادهم ورا شاشة الموبايل. أول ما يشوفها يفتكر إن اللي هيقوله ممكن يوجع حد بيحبه. وافتكر، اطلب المساعدة لو الغضب زايد. لو اكتشفت إن غضبك بيوصل للضرب أو بيبعد عنك الناس، اطلب مساعدة، ممكن من صديق تثق فيه أو متخصص. القوة مش في إنك تكتم، القوة في إنك تعترف وتتعلم. الغضب مش وحش، الغضب ممكن يبقى دافع لتغيير، لرفض ظلم. لكن الفرق بين اللي بيسيطر واللي بيسيبه يسيطر زي الفرق بين اللي بيقود عربية واللي سايبها تجري من غير فرامل. أنا السيد ستيك، ودي كانت الحلقة الرابعة من سلسلة صلحها مع السيد ستيك. اتكلمنا فيها عن إزاي تتحكم في الغضب قبل ما يتحكم فيك. اشترك في القناة، فعل الجرس، وشارك الفيديو مع أي حد. أسرع حاجة عنده مش النت، غضبه. خلينا نحكي ونحلها سوا.